رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما، طوبى للنفس بتقواها. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم حبايب قلبي؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. رمضان مبارك علينا وعليكم يا رب، وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب. هلأ بفيديو اليوم صبايا رح ننزل على السوق بإذن الله ونشتري مونة رمضان، وكمان نشتري شوية زينة لرمضان، فرح آخدكم معي. يلي عم تشوفني لأول مرة بتمنى تشترك بالقناة وتدعمني، وكمان لا تنسوا تعملوا لي لايك لهذا الفيديو حبابين صبايا. الله هيك يجبر بخاطركم يا رب. كتير صبايا عم تدخل بتشوف الفيديو وعم تنسى اللايك، مثل ما بتعرفوا اللايك كتير مهم. إذا بتحبوا تفيدوني تعملوا لي لايك، ولا تنسوا اللايك للفيديوهات كمان. هلأ فقنا صبايا اليوم وشربنا قهوة، ومثل ما بتعرفوا من غير شر يعني هذا آخر صباح يعني من في هيك وبنشرب قهوة. فعملت هيك جو بسيط يعني لإلي. الله هيك يا رب يعيننا على طاعته وقيامه إن شاء الله. وراحت القهوة للعيد يعني إن شاء الله بنرجع نتصبح هيك بالقهوة بإذن الله. هلا جهزت الأولاد هون صبايا، وبدي اخذهم معي. بدي اخذ دلولة وعدولة، يعني منه انه هيك مشوار، وكمان بحسوا باجواء رمضان، فحبيت هيك اخذهم معي. وكمان حبيت اصور لكم هذا الشيء وشارك معكم هذا الشيء. هلا الصراحة صبايا أنا ما جبت كل الأغراض، جبت قسم وموصاي توصاي على النت على قسم تاني، فمضطرة إني استنى لحتى يوصلوني كل الأغراض لحتى بلش زين البيت يعني، وحط الزينة كلها. بس هيك نشتري شوية شغلات أنا وياكم سوا. وكمان بالمدرسة طالبين من الأولاد السوربان يلي الحساب الذهني، فرح أجيب لهم إياه كمان، وناكل لنا هيك شي شغلة توديعة قبل رمضان من غير شر يعني. هلا هون صبايا دخلنا على هذا المحل، عم هيك نتفرج على أطقمة فناجين القهوة، وكمان على شغلات رمضان. عن جد نازل شي كتير حلو. بدي فرجيكم هذا الطقم كمان كتير لفت هيك نظري أنا وأمي. أنا يعني كتير بحب اللون الزهر. ما جبنا هلأ هيك شي، ملتيين هلأ بشغلات رمضان مثل ما بيقولوا. وكمان شوفوا هذا الفانوس كمان كتير عجبني صراحة. أنا كنت ناوية أخذ هذا الأبيض، بس ماما قالت لي إنه لأ الأحمر أحلى يعني، فأخذنا الأحمر. واللي رح لكم ما رح أحرق عليكم شو أخذنا، مشان تموا معي لآخر الفيديو وتشوفوا شو اشترينا بالأخير. وكمان رح أحكي لكم شغلة بآخر الفيديو صارت معي، والصراحة كتير نغصتني كتير على رمضان. الحمد لله طبعا على كل حال. يعني بنحمد رب العالمين وبنشكره على كل شيء. بس عن جد كتير انزعجت. فخليكم معي لنهاية الفيديو حتى أحكي لكم شو هي الشغلة يلي صارت معي يعني. وهون صبايا حبيت اني فرجيكم هيك شو نازل على رمضان شغلات هون عنا. نازل عن جد شغلات كتير حلوة، بس كمان الأسعار كتير غالية. فأنا أخذت كم شغلة يعني، والباقي موصيته يعني على النت، رح يوصلني بإذن الله بهاليومين. هلأ هون صبايا بعد ما خلصنا اشترينا الأغراض، وأمورنا صارت تمام يعني على البيت. حبيت أدخل الأولاد هيك شوي على الحديقة. مين بتذكر صبايا هذا الفول؟ نحن بالنسبة لنا يعني بسوريا كانوا كتير هدول يبيعوا الفول يعني عنا قدام المدرسة، وكنت على أيامها كتير حبه الصراحة. يعني ما رجعت أكلته من أيام المدرسة، فحبيت هيك إنه أجربه أنا والأولاد، وعن جد طعمته كتير طيبة.
فقعدنا هون بالحديقة أنا والولاد وأكلناهم ولعبوا الولاد وانبسطوا. هلا أنا رح نزل هذا الفيديو تقريبا بالليل، فأنتوا على الأغلب أغلبكم رح يشوفوا بالنهار، فرح تشتهوا كتير. سامحوني سامحوني لأنكم صايمين وعم فرجيكم الأكل يعني. هلا هون صبايا بدي فرجيكم هدا للي ما عرف شو هو السوربان يلي الحساب الذهني، حبيت اني فرجيكم اياه. وعن جد كتير كتير انبسطت بالمدرسة انه عم يعطون حساب ذهني، وحتى اولادي يعني عم يتجاوب عليه كتير وكتير فرحانة عليه، عم يبلشوا عن جد انهم يحسبوا هيك بذهنهم. طبعا انه كمرحلة اولى يعني يعني من 1 ل10 عم بيكون الجمع والطرح، فبداية ان شاء الله حلوة يعني. هلا هون صبايا بعد ما رجعت على البيت بدي فرجيكم شو اشترينا اغراض لرمضان. طبعا اهم شي البرغل، لانه كتير كتير بنعمل كبة نية، وحتى بنعمل كمان على العيد كبة مقلية. فجبنا برغل ناعم، وكمان هذا برغل خشن، وكمان عدس مجدرة. هلا بيقولوا انه مونة رمضان او مونة شعبان الله مبارك فيها، فان شاء الله يا رب الله هيك يبارك. كمان جبت هذا الفريكة للمنسف. كتير 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 بنحب الفريكة نحن. جبت طبعا كيلو، هذا الكيس بيجي نص كيلو، فجبت كيليين. وكمان برغل خشن، ما بعرف ليش هالشي برغل صحي جبنا. المهم، وهذا الطحين جبت تقريبا شي كيلو طحين. وكمان جبنا سكر، وشفتوا شو صار، وضليت صافنة بعده تقريبا شي نص دقيقة وأنا عم فكر شو صار. نشق الكيس ونكب هيك قدام الكاميرا، يلا مشي الحال، زبطناها رتيناها. جبنا كمان زيت، طبعا كتير كتير بيلزمنا رمضان. وكمان أهم شي التمر. هلأ رح نبلش هيك بعدة السحور يعني. جبنا زعتر، هلا في عنا زعتر بس بتعرفوا رح نحتاجه كتير على السحور. وجبنا كمان زبدة، هاي الزبدة اونو كتير كتير طعمتها طيبة. وجبنا كمان جبنة مثلثات، هدول هن يعني هدول النوعين. وكمان أهم شي ما بصير سفرة السحور ما يكون موجود فيها حلاوة. أنا من عشاق الحلاوة، حتى أولادي كمان كتير 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 بحبوها. جبت كمان هدول الاندومي كمان على السحور. مين بيحب ياكل على السحور صبايا؟ امي بتقلي انه بتعطش، بس انا كتير كتير بحب كمان الاندومي على السحور. وكمان جبت هذا التمر اللي ما فيه عجوة صبايا، من شان راس اللي بعجوة. رح نبلش يعني نعملهم ان شاء الله هلا، لانه بتعرفوا يعني على العيد طبعا هيك بيكون واحد ملبوك يعني تياب العيد وتعزيل العيد. وحتى لو عزلنا قبل رمضان، حتى رح لو شو ما عملنا رح نرجع نعزل على العيد. فتعزيل العيد ولبس تياب الأولاد اللهم صل على النبي، وحمام الأولاد وهالشغلات. فمشان انه الأكل على العيد، فمشان ما ننعجق رح نعمل راس بعجوة من هلأ يعني، ونشيلهم للعيد إن شاء الله. وهلأ صار دور الأغراض يلي اشتريناهن. مثل ما قلت لكم صبايا، في لسه كم غرض رح يوصلوني ان شاء الله هيك بهاليومين، بصور لكم اياهم باذن الله. جد كتير كتير تنغصت انه تاخرت يعني الطلبيه هيك لهلا. كل يوم بحكي مع المرة يعني، وبسألها هيك وبقلها بتقلي انه لسه بالشحن لسه بالشحن. فكتير اتضايقت انه دخل رمضان وتأخرت عليكم بفيديو رمضان، وما قدرت يعني ما كانوا واصليني كل الأغراض. رح فرجيكم هلا الأغراض يلي جبتن، وإن شاء الله بس وصلتني الطلبية كمان رح فرجيكم على شو وصيت بإذن الله. جبت هدول حبال الأضوية، طبعا الأصفر أول واحد مثل ما شفتوا فانوس، والتاني هلال صغير. وجبت هذا كتير كتير حبيته، وكتير كتير دارج يعني هون، يعني ما في محل إلا ما حاطه. كتير كتير حبيت شكله، بيجي برداية، هو مثل البرداية يعني. مثل ما شايفين هلال ونجمة.
طوله ما شاء الله تقريبا 4 أمتار، كمان كتير حبيته إنه يعني هيك طويل. وهدول الوردات اجوني الصراحة على يعني عيد الأم. الصراحة صبايا أنا ما بآمن يعني بعيد الأم ولا بحتفل فيه، بس الولاد بالمدرسة عملوا لهم اللهم صل على النبي إنه مثل فعالية إنه عن يوم الأم وهيك، فأعطوهم وردات وقالوا لهم إنه أعطوهم يعني هيك لأمكم. الصراحة مثل ما قلت لكم إنه ما بحتفل أنا بعيد الأم ولا بآمن فيه، بس لما شفت أولادي هيك داخلين من الباب وجايبين لي هيك الوردات عن جد كتير فرحت، وحتى إني صرت أبكي، يعني بكيت عن جد من كل قلبي، لأنه أول مرة بنحط بهيك موقف يعني. فهيك الله يحميهم يا رب ويحفظهم ويخلي لي إياهم يا رب. جبت هذا الفانوس يلي قلت لكم عليه بأول فيديو، وكمان جبت فانوس تاني كتير حبيت شكله اللي رح فرجيكم إياه. هذا هو صبايا، عن جد كتير شكله هيك حسيته كتير هيك هادي وحلو. هلأ صبايا الشي اللي قلت لكم عليه ببداية الفيديو انه رح احكي لكم اياه، هو انه ابني عدولة الله يحميه يا رب تعب كتير معنا، واخدته على الدكتور وطلع انه بده عملية، العملية مستعجلة يعني، فحددوا له موعد عملية قبل رمضان بيوم أو أول يوم رمضان حسب يعني. فرح نعمل له إياها، وعن جد كتير انقهرت عليه كتير، لأنه عن جد هو كتير يعني تعبان ومشكلته يعني عمليته رح تكون بداناته. فانطروني صبايا إن شاء الله بفيديو الجاي بإذن الله بحكي لكم كل شيء رح يصير معنا، وبحكي لكم عن وضعه أكتر. هلا لهون بدي أنهي فيديو اليوم، بتمنى أنه تدعوا له كمان من كل قلبكم، الله ييسر له عمليته يا رب. وبشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد كتير، ورمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله، وتصبحوا على ألف خير.